واحدة من أهم التخصصات في الصناعة وبالذات صناعة البترول والغاز هي الأوبريشن انجينير والبروسيس انجينير أو مهندس تشغيل ومهندس عمليات. يا ترى إيه الفرق بين مهندس التشغيل ومهندس العمليات؟ في الغالب بيبدو إن دورهم كده زي بعضه أو متشابه، لكن في الحقيقة كل واحد فيهم له دور مختلف وله شيء بيميزه عن التاني. فتعالوا نعرف في الفيديو ده إيه الفرق بين مهندس التشغيل ومهندس عمليات، وايه اللي بيميز كل واحد عن التاني، وازاي فعلا لو انت عايز توجه نفسك انك تشتغل كمهندس تشغيل او مهندس عمليات فايه المفروض تعمله وازاي تختار بين الاتنين. ده هنعرفه في فيديو النهارده في فيديو جديد من سلسلة مترولوجي. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. في البداية كده خلينا نقول إن مجال الصناعة بيعتمد على تعاون من تخصصات كبيرة جدا، ولازم يحصل تعاون أو تكامل بين التخصصات ديت عشان تقدر تحقق إنتاج كويس أو تحقق نجاح في الصناعة دي. واحدة أكيد من أهم الصناعات دي صناعة البترول والغاز، وبرضه فيها تعاون بين تخصصات كبيرة جدا. نتكلم إن شاء الله في الفيديوهات جاية في سلسلة بترولوجي عن التخصصات ديت وإيه هي التخصصات دي وإزاي بيحصل تعاون بينهم عشان تقدر تحقق نجاح أو تحقق إنتاج في الصناعه اللي انت فيها. وواحده طبعا من اهم التخصصات دي هي مهندس التشغيل ومهندس العمليات. فيا ترى ايه الفرق بينهم وايه اللي يميز كل واحد عن التاني؟ تعالوا نعرف ده بشكل بسيط في اللي جاي من الفيديو. اول حاجه عندنا مهندس العمليات او البروسيس انجينير. مهندس العمليات ده هو اللي بيصمم اصلا العمليه الانتاجيه من الاول خالص، وكمان بيشرف على تطوير العمليه الانتاجيه ويتاكد ان العمليه الانتاجيه دي لازم تكون فعاله وامنه ومربحه. اما مهندس التشغيل او الاوبريشن انجينير فده اللي بيدير العمليات الانتاجيه دي يوم عن يوم، هو اللي بيراقب المعدات وبيحل المشكلات الفوريه. يعني هو مسؤول عن المراقبه اليوميه للعمليات او للانتاج اللي المفروض اسسه من الاول او صممه مهندس العمليات. طيب تعالوا نعرف مهام كل واحد منهم. فنبدا برضو بمهندس العمليات او البروسيس انجينير. فيا ترى ايه هي مهام او المسؤوليات بتاع مهندس العمليات؟ مهندس العمليات ده مهمته بتبدا من قبل ما يكون المصنع موجود اصلا. يعني انت عندك فكره معينه، مهندس العمليات ده هو اللي بيحط لك الفكره ديت على ارض الواقع، بيبدا يصمم لك الانتاج يكون ازاي، المصنع ممكن يكون عامل شكله ازاي سواء برسومات او غيره. ممكن بعد كده بيعمل محاكاه او سيميليشن، يعني هو رسم المصنع ده على برسم هندسي او غيره. بعد كده بيبدا ينفذ ده على برامج زي مثلا الاسبن هايسز او الاسبن بلس، زي ما قال البرامج دي موجوده في تخصصنا، بحيث البرنامج ده يعمل محاكاه للمصنع علشان تبدا في الاول تشوف هل المصنع ده فعلا مجدي ان انت تعمله، هل الانتاج هيكون بشكل كويس، هل الفكره اصلا هتكون مربحه فتعملها ولا لا. فمهندس العمليات هو من قبل ما المعدات اصلا تكون موجوده، من بدايه الفكره هو اللي بيصمم لك الفكره ويوجدها لك على ارض الواقع ويعمل لها دراسه جدوى ودراسه اقتصاديه، هل الفكره دي فعلا هتكون مربحه ولا لا. ومن اهم واشهر مسؤوليات مهندس العمليات او البروسيس انجينير انه بيختار المعدات المناسبه، انه بيحسن كفاءه الانتاج، انه كمان بيعمل حاجه اسمها تقييم مخاطر ويطور العمليه الانتاجيه باستمرار. يعني باختصار الشخص ده مهندس العمليات هو اللي بيحط الخطه المثاليه للانتاج. اما بالنسبه لمهام مهندس التشغيل او الاوبريشن انجينير هو اللي بينفذ الخطه اللي حطها مهندس العمليات. فمهندس التشغيل دوره مهم وحيوي جدا جدا جدا، لان هو اللي بيتابع العمليه الانتاجيه بشكل يومي، بيراقب المعدات، بيراقب كل شيء، هو اللي موجود زي ما بنقول كده في ارض الواقع. فلو اختصرنا اهم مسؤوليات مهندس التشغيل زي ما قلنا كده، اول حاجه ان هو بيتابع الاداء اليومي للمنشاه والمصنع اللي عندك بشكل يومي، ده حاجه مهمه جدا. تاني حاجه ان هو بيحل المشكلات الفوريه، بتحصل مشكلات كده سريعه او مشكلات فنيه بيحلها بشكل سريع وبشكل فوري. وتالت حاجه برضو من الحاجات المهمه ان هو بيحسن او بيتابع مع فريق الصيانه عشان يبدا لو في اعطال او في اي حاجه يقدر ينسق مع فريق الصيانه علشان يحل المشكلات ديت بشكل سريع، وده بيكون زي ما قلنا يوميا. يعني باختصار الشخص ده او مهندس التشغيل هو اللي بيخلي كل حاجه كده تمشي بسلاسه وبسرعه. خلينا كده نقارن بين الدورين، دور مهندس التشغيل ومهندس العمليات بشكل مختصر وفي نقط سريعه. فلو قلنا اول حاجه مثلا في الهدف، فمهندس العمليات هو اللي بيخطط وبيصمم، مهندس التشغيل هو اللي بينفذ ويشرف. تاني حاجه المكان، فمهندس العمليات بيكون متواجد في المكاتب مثلا او المختبرات اللي بيتم فيها عمليات التصميم الديزاين. اما مهندس التشغيل طبعا عارفين ان مكانه الرئيسي هيكون فين، هو ده اللي يعني زي ما نقول كده بيتبهدل، هو اللي موجود في مواقع الانتاج. تالت حاجه تركيز كل واحد منهم بيكون على ايه، فمهندس العمليات بيكون تركيزه على تحسين العمليه الانتاجيه كلها ويحقق حاجه اسمها الاستدامه، ودي ممكن ان شاء الله نتكلم عنها في فيديوهات جايه عن مفهوم الاستدامه واهميه الاستدامه.
اما مهندس التشغيل فتركيزه بيكون على ضمان ان هو يستمر الانتاج بشكل يومي ويحل المشاكل الفوريه اللي بتظهر بشكل يومي. في نهايه المقارنه منهم كده بشكل بسيط، وقلنا ان في اختلافات بين الدورين، بس لازم نعرف ان الدورين، دور مهندس التشغيل ومهندس العمليات، مكملين لبعض، ودور كل واحد فيهم له تاثير كبير جدا على نجاح المنشاه ككل واستمرار عمليه الانتاج. اول ما نختم الفيديو وعرفنا الفرق بين دور مهندس التشغيل ودور مهندس العمليات، فيا ترى ايه النصيحه او نصيحه سريعه كده ممكن نعرفها، بحيث لو انا عايز اتخصص في اي واحد فيهم، مهندس التشغيل او مهندس العمليات، اوجه نفسي من البدايه، او لو قدامي اختيار بين الاثنين، فاي واحد اختار، وايه الانسب ليا في اختيار دور بين المهندس التشغيل ومهندس العمليات. فلو انت محتار تختار اي تخصص بين الاثنين، فاهم حاجه تركز على اهتمامك، ركز اهتمامك وشغفك على ايه. فمثلا انت بتحب التصميم، بتحب ان تحل المشكلات بطريقه نظريه وابداعيه وعمليات التصميم واستخدام برامج التصميم، فالانسب ليك هيكون مهندس العمليات او البروسيس انجينير. اما بقى لو انت من الناس اللي ممكن نقول ما عندهمش صبر على حته التصميم ويقعد يحل مشكلات ومكاتب والشغل ده، وعندك شغف اكتر ان انت تكون موجود في الموقع ومتواجد بشكل يومي مع المعدات والاجهزه، فالانسب هيكون ليك هو مهندس التشغيل او الاوبريشن انجينير. بعد كده المفروض ان انت تثقل مهاراتك وتركز ايه الحاجات اللي تطورك كبروسيس انجينير او اوبريشن انجينير. فبروسيس انجينير مثلا، فتبدا ان انت تاخد برامج مثلا ديزاين، برامج التصميم، تبدا تطور نفسك اكتر في المجالات او الكتب، تبدا تقرا كتب نظريه مثلا او حاجات عن تخصص البروسيس انجينير، وكذلك الحال في الاوبريشن انجينير. فاول حاجه تركز على اهتمامك، تاني حاجه تبدا تتقن مهاراتك وتزود نفسك كسكيلز، سواء تكنيكال او سكيلز حتى سوفت سكيلز تخص البروسيس انجينير او الاوبريشن انجينير. ونصيحه تانية، ما تختارش عشان كل اللي حواليك بيختاروا كده، كل اللي حواليك بيقولوا بروسيس انجينير احسن حاجه فانا هختار بروسيس انجينير، كل اللي حواليك بيقولوا مهندس التشغيل او الاوبريشن انجينير احسن حاجه فاختار دي. لا، اختار في الاول حسب شغفك وانت بتحب ايه زي ما قلنا، وبعد كده ابدا طور مهاراتك حسب التخصص اللي انت اخترته. طيب ممكن واحد يقول خلاص انا اخترت تخصصي وعرفت ان الانسب ليا هو مهندس العمليات، انا بحب تصميم وبحب برامج الديزاين وغير كده، فعشان كده هختار البروسيس انجينير او المهندس العمليات. فممكن يقدم على شغل بعد تخرجه وجاله ان هو يشتغل مهندس تشغيل او مهندس اوبريشن انجينير، فلا يقول لا انا مش هشتغل الا بروسيس انجينير. طبعا ده مش صح. الحاجه اللي جات لك اشتغل فيها، حتى لو حاجه مش عايزين نقول حتى لو حاجه بره المجال، المهم انك تشتغل. فلو جالك مثلا حاجه كاوبريشن انجينير فاشتغل فيها. بالعكس، ممكن في ناس بتقول ان عشان تكون بروسيس انجينير ناجح لازم تشتغل الاول اوبريشن انجينير، لان عشان تشتغل اوبريشن انجينير انت بتتعامل مع المعدات والاجهزه بشكل يومي، فبيكون عندك خبره كافيه انك لما تشتغل في ليفل ممكن نقول ليفل اعلى او كبروسيس انجينير، فانك تكون فاهم ارض الواقع عامله ازاي والمعدات عامله ازاي، فهتكون بروسيس انجينير شاطر او ناجح حسب رايي طبعا ناس كتير، او حسب راي اغلب الناس هتكون بروسيس انجينير ناجح لو اشتغلت في الاول اوبريشن انجينير. بس ده طبعا ممكن تبقى في ناس بروسيس انجينير وناجحه جدا وممتازه جدا وممكن ما اشتغلتش اوبريشن انجينير، فالعمليه طبعا يعني مش ملهاش اللي هو مقياس لازم نقيسها بالشكل ده. لكن زي ما بنقول لو جالك انك تشتغل اوبريشن انجينير الاول وانت حابب تكون بروسيس انجينير، فاشتغل جو اون، يعني اشتغل اوبريشن انجينير، ودي هتفيدك بالتاكيد انك تبقى بروسيس انجينير ناجح ومميز ان شاء الله. في النهايه لازم نعرف ان سواء مهندس عمليات او مهندس تشغيل، فكل واحد فيهم له دور كبير جدا 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 في الصناعه، وبالذات طبعا صناعه البترول والغاز. فاختيارك للتخصص ده بيعتمد عليك انت، وبيعتمد على حاجتين زي ما قلنا، هو شغفك ومهاراتك. في نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله بينزل على القناه، وسيب لنا رايك في التعليقات برضه، يا ترى اي دور شايف نفسك فيه اكتر، سواء بروسيس انجينير او مهندس عمليات او اوبريشن انجينير مهندس تشغيل. وسيب لنا برضو رايك يا ترى ايه الموضوعات اللي حابب نتكلم فيها اكتر في سلسله بترولوجي. شكرا لكم ونشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.